السلام عليكم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بك في حلقه جديده من قعده رايق. ازيك يا جدع؟ ايه الاخبار؟ والله وحشتوني جدا، وكل حاجه وحشتني. بقالنا في اسبوع اهوت ما عملناش حلقه، علشان زي ما انتوا عارفين يعني في ضغطة بقى جامعات ومدارس وحوارات. الواحد فعلا ما كانش فاضي الايام اللي فاتت ديت، وكان عنده مشاغل كتيره. فمعلش انا اسف جدا جدا والله اللي انا ما عملتش حلقه. وبرضه اهو نريحكوا اسبوع كده من غير حاجة وتستريحوا مننا. فخلونا بقى نتكلم عن حاجة جديدة النهاردة، ونعمل حلقة جديدة. نتكلم النهاردة عن الحرية ومفهومها، وقد ايه الناس بتفهمها غلط. ان انت اي حد تكلمه يقولك انا حر وانا براحتي وانا اعمل اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت حتى لو مش كده تلاقي ان الشخص التاني بينتهك حريتك وبينتهك حاجاتك. يعني مثلا تلاقي بالليل الساعة 2 بالليل مثلا، تلاقي واحد مشغل اغاني جنبك في الشقة ومعلي صوت على الاخر، ومقضيها بقى اغاني صوتها عالي وهصة ودوشة ومش عارف ايه. فيا ابني انت بتعمل ايه الساعة 2 بالليل؟ يعني انت ده مفروض ميعاد نوم. يعني انت لو مش حتى مش هتنام بدري عشان تصحى للفجر وتصليه، فعلى الاقل خالص خش نام. يعني انت مش تعمل كده وخلاص. فهي دي المشكلة، ان الناس دلوقتي ما عادتش حتى مهتمة بالغير. يعني هو كان بيقولك انت حر ما لم تضر، دلوقتي بقى لا، انا حر وهضر واعمل اللي انا عايزه. وبتتفهم بقى الحرية ديت بالمفهوم ده، ان محدش يقدر يتكلم معايا، محدش يقدر يحاسبني، انا اعمل اللي انا عايزه. فهي صح، وانا مع ناس كتير على فكرة بتعمل حاجات هي حرة فيها حتى لو كانت غلط. بس ما تجيش عليا انا، ما تجيش تشغل اغاني او تعلي صوتك او تأذيني وتيجي تقول لا انا حر. يعني مثلا حاجة انا مكنتش عايز اتكلم فيها مثلا دلوقتي، بس بما اننا هنتكلم عليها، موضوع زي الفيديوهات مثلا اللي هي بتبقى على التيك توك ولا كده، ولا الاغاني اللي مش كويسة او اي حاجة من الحاجات اللي هي مش حلوة دي على النت. انا كشخص انا ما عنديش اي مانع ان انت تعملها، انت حر بتعمل اللي انت عايزه. ب... عشان انا في ايدي اللي انا ما اتفرجش على الفيديوهات بتاعتك وامنعها. حتى كل الناس يقولك انت مش عاجبك فيديوهاتي او مش عاجبك كلامي، ممكن ما تسمعنيش، وده الصح. انا واحد اتكلم اللي انا عايزه واقول اللي انا عايزه وافكر فيه وبراحتي خالص. انت كشخص بقى تقدر ما تسمعنيش، تقدر تعمل اي حاجة تبعد بقى عني. بس لو انت جيت بقى تتهجم عليا ولا تشتمني ولا تغلط فيا ولا كده، ساعتها انت اللي هتكون غلطان، وانت اللي كده المشكلة. فانا من رأيي لا، انت اي حد يقدر يعمل كل اللي هو عايزه، بس يبقى فيه حاجات انا اقدر اعملها. زي مثلا الفيديوهات انا اقدر ما اتفرجش عليك او اقدر اتكلم معاك، بس تيجي تتكلم مثلا هتقولي ان امر بالمعروف والنهي عن المنكر وده صح وكده. بس الفكرة ان الناس دلوقتي عادت بتعمل فيديوهات تشتم في الناس اللي بتعمل فيديوهات وحشة، مش اللي هو بتنصحهم او تقول لهم مثلا ده كده غلط او ده ما ينفعش او اعمل اي حاجة. لا، ده تلاقيه مثلا لو واحدة طالعة ألعب في الفيديو، يوم جايب لك الصورة وهي ألعب في الفيديو ومبينها لك وموضحها لك ويقعد يشتم فيها. طب انت كده خدت سيئات مني علشان انا اتفرجت على الحاجات دي، وبعد كده انت شتمتها فخدت سيئات وذنب. طب ليه كل ده؟ ما كان زمانك يا عم سكت وأميتوا الباطل بالسكوت عنهم. فهي دي بقى المشكلة في الفكر بتاعنا، ان احنا لسه ما عندناش الوعي الكافي اللي احنا نقدر نقول ان لا، احنا بقى عندنا حرية والناس تقدر تعمل اللي هي عايزاه، لان احنا محكمين ومتمسكين بحاجات تانية. فانت ما ينفعش ولا تسيب خالص في الحرية ديت ولا تفضل ماسك. مشكلتنا ان احنا عايزين نتمسك قوي، واي حاجة مختلفة واي حاجة مش على طبيعتنا نشتمها ونهاجمها ونعمل فيها كل حاجة، زي المهرجانات مثلا وحمو بيكا والناس ديت. انا كشخص بقولك اهوت انا ما بحبهمش ولا بسمعهم ولا ليا علاقة بيهم. بس الفكرة ان انا ما اقدرش امنعهم، ليه؟ لان ده واحد حريته وهو له ناس بتسمعه وبتحبه. فانت حتى لو جيت تمنعه هتلاقي ان ناس اكتر بدأت تتجه له عشان عايزة تشوفه هو بيعمل ايه وانت بتمنعه ليه او اي حاجة. فانت عشان تحل الموضوع ده اللي انت تسيبه، اللي يسمعه يسمعه واللي ما يسمعوش براحته.
بس ما تمسكش بقى عليه وتقول لا وما ينفعش وده كده بيبوظ. لا، هو ما بيبوظش ولا بيبوظ، الناس هي اللي بتسمعه، انت مالكش دعوة ولا لك دخل في اللي انت تقعد تمنعه او تتكلم معاه. فانا نفسي نفهم الموضوع ده، ان احنا عايزين كل واحد يبقى واخد باله من حياته بس على الاقل، ما يركزش مع الناس التانية. يعني موضوع مثلا الحشرية ديت، ان كل واحد بيبقى باصص لك في حياتك ومركز معاها. يا عم ما تسيبني انا حر، يا عم اعمل اللي انا عايزه. تلاقيك مثلا لما تجيب كيس اسمر كده واخد فيه حاجات مهمة، او انت شاري حاجة، تلاقي مثلا حد قريبك او اي حد يقعد يقولك ايه ده، ايه الكيس ده فيه ايه ومش عارف ايه، وانت جايب ايه وبكام ومنين ورايح فين وجاي منين. يعني ايه يا عم في ايه ده؟ انت لو ابويا مش هتسألني الاسئلة دي. ده انا لما بنزل السلام عليكم لو سمحت بابا انا خارج مش عارف ايه، طيب تمام ماشي. تيجي تنزل بقى تلاقي قريبك ده ايه رايح فين، خارج. خارج رايح فين يعني؟ وهتسأل بقى رايح فين وجاي منين وبتجيب ايه وعشان ايه. اللي هو ايه يا عم في ايه؟ انت بتدخل في حياتي جامد قوي، ما تخليك في حالك وركز في دنيتك اكتر. وهتلاقي اصلا هو عنده مشاكل في حياته. يعني انت المشكلة ان الشخص اللي بيبقى ده ما تقولش بقى ان هو مبسوط في حياته مثلا، ولا غني، ولا إيه حياته كويسة وولاده تمام وزي الفل والدنيا ديت متظبطة. لا، ده تلاقيه حياته وحشة وعامل مشاكل مع اهله ومراته مخانقة معاه وبيقعد يتدخل في كل حاجة وعامل مشاكل مع كل الناس. طب ما ليه بقى انت حتى مش واخد بالك ان انت عامل مشاكل مع الناس؟ خد بالك وحاول تصلحها واهدى بقى شوية. فتلاقي مثلا ان انت لما انا كنت مثلا ببقى نازل، تلاقي حد قريبك يقعد يقولك ايه رايح فين وجاي منين، طب هتجيب ايه وبكام. لدرجة ان والله في ناس بجد زعلت مني، لان انا جيت قبل كده شايل حاجات ليا وقمت واخدها وطالع بيها مثلا على بيتنا. يقولك انت زعلان منه قوي ومتضايق وكده ليه يا عم؟ علشان ما ورينيش وما قاليش هو بيجيب ايه. ويقول لك مثلا ده بيجي يسلم عليا ويقول لي على الحاجات اللي هو جايبها وبيعرفني وبشوف هو معاه ايه وبيديني ومش عارف ايه. انما انت لا انت بتدينيش، انت بتعرف. المشكله بيقولك انت ما بتعرفنيش انت بتجيب ايه. ايوه، ما انا مش مجبر اصلا ان انا اعرفك. انا لو عرفتك انا كده اللي هبقى غلطان ومشكله عندي. يعني بجد انت لو سايب حياتك كده مفتوحة على البحر، اي حد داخل طالع فيها يسألك انت بتعمل ايه ولا حياتك عاملة ازاي، تجاوبه وتقوله انت كده عايش فين يا ابني. يعني حتى لو وصلت ان الاب والام، انت ما ينفعش حتى ابوك وامك يعرفوا عن حياتك مثلا الزوجية. يعني انت مثلا واحد اتجوزت خلاص دي بقت حياتك المستقلة، ما ينفعش ان ابوك او امك او حتى ابوها وامها يسألوا عنكوا بقى ويدخلوا في تفاصيلكوا ومشاكلكوا وكل الكلام ده. لا، انتوا عندكوا حياتكوا المستقلة، مشاكلكوا تخليها لنفسكوا وتحتفظوا بيها، ما تطلعش برا، ما تعرفوش حد على اي اسرار بيتكوا الا بقى لو في مشكلة. يعني في بقى مشكلة وعايزين تدخلوا حد تمام ماشي، انما المشاكل العادية اللي بتحصل كل يوم ما تلاقيش بقى البنت مثلا عاملة مشكلة مع جوزها تروح لأمها ده ما بيأكلنيش، ده وحش، ده مش عارف بيعمل ايه، ده ايه ده ايه. تقعد تطلع اسرار ومشاكل البيت للناس اللي بره وتقعد يعني تبوظ الدنيا خالص. والراجل على فكرة نفس الكلام، والرجالة بقى برضو مش هقولك اكتر، بس خلينا نقول ان هما في حتة عالية قوي. تلاقي الرجالة قاعدين على القهوة عمالين يطلعوا بقى اسرار بعض، ومراتي بتعمل وانا عملت، ومشاكل وحوارات. كل واحد بيخليه في نفسه، كل واحد يخليه في حاله، ما تدخلش في حياة غيرك ولا حتى غيرك يتدخل في حياتك. ليه بقينا واصلين للدرجة ديت من الحاجات الوحشة اللي بنعملها؟ يعني انت متخيل انت بتتدخل في حياتي الشخصية وانا بعمل ايه وباكل بكام ومنين وعشان ايه، وحتى العلاقة الأسرية ما بينه وما بين مراتي تتدخل فيها. يعني حتى كان في مسلسل معمول عن الموضوع ده، وهم قد ايه هو اصلا اللي كان السبب في مشاكل ما بين الزوجين وسبب لهم الطلاق.
ان هو كل شوية يقعد يتدخل في حياتهم، يجي للديت يكلمها كلمتين ويجي لده يكلمه كلمتين، والمشاكل عنده والاسرار عنده وكل حاجة عنده، فبدأ يعمل مشاكل بينهم ويوقع ما بينهم. فانت حتى الاب والام ذات نفسهم بقوا بيسببوا مشاكل للناس، وبيعملوا معاهم حوارات وبيطلعوا اسرارهم، بيخلوا الزوج والزوجة يتطلقوا بسببهم، عشان الام ديت عايزة بنتها تبقى مفيش مشاكل خالص واجمد واحدة، والراجل عايز يبقى هو اجمد واحد، فتبدأ تعمل مشاكل ويتطلقوا. والمشكلة بقى الكبيرة ان حتى موضوع الحرية ده بقى مضروب عندنا في كل المجالات. يعني انت لو تيجي تفكر مثلا حتة زي التعليم، انت ما بتختارش ولا انت اللي بتقرر تتعلم ايه، فين، بكام، عشان ايه، اي حاجة مفيش. حتى توصل ان هو ممكن يمنعك من التعليم. يعني انت تلاقي مثلا ابوك يقول لك لا ما انتش ما تتعلم وهتطلع تشتغل في حتة تبعي ومش عارف ايه. شفت مسلسل عبد الغفور كده، اللي هو كل شوية يقعد يقول له انا اطلعك من المدرسة واشغلك معايا. وكان كل هو بعد كده لما كبر بقى له قرارات، بس في الاول هو ده اصلا اللي سبب له مشاكل نفسية وعقد. ان هو في الاول ما كانش له اي قرار، يجي يتكلم مع ابوه في اي حاجة يبقى ابوه عنده هو الرأي ومحدش يكلمه بعد كده. تلاقي مثلا البنات وخصوصا في الاماكن الريفية او البعيدة شوية عن المدن ما يرضوش يعلموا البنات، يقولك لا تعليم البنات ازاي، يعني لا احنا نسيبها كده في البيت لحد ما يجي واحد ويتجوزها، يعني ليه ايه سلعة كده هو هيحافظ عليها لحد ما يجيلها واحد. مع ان التعليم ده فعلا من احسن الحاجات اللي مفروض الواحد يتعلمها. يعني انت تتكلم اصلا في حاجة اول ما تبدأ تفكر في التعليم، ما عندكش حل تاني. فده اول حاجة، اللي انت ما عندكش حرية ولا رأي ولا اختيار في التعليم. طب في اي حاجة تانية، في السياسة، في الاقتصاد، اي حاجة مالكش حرية. طب انا هيبقى ليا حرية امتى؟ يقعد بقى يأخرك لما تبقى في الجامعة، لما تتخرج، لما تتجوز، مع ان كل حاجة هتبقى مضغوطة عليك. يعني انت حتى بعد ما تخلص الكلية وتبدأ تشتغل ان شاء الله، هتلاقي ان مديرك بيفرض عليك الحاجات وملكش رأي ولا حرية اللي انت تعمل الحاجة اللي انت عايزها. تتجوز يبقى مرتبط بعادات وتقاليد وحاجات وما ينفعش تخرج عنها، وما ينفعش تبقى لك حرية. مع ان انت ممكن تمشي بيتك بالطريقة اللي في دماغك واللي انت عايزها، وهتبقى احسن من الحاجات اللي هما بيفكروا بيها، لان كل واحد مختلف عن التاني. انا ما ينفعش امشي بيتي زي ما انت ما هتمشي بيتك، لان انا شخص وانت شخص تاني، بتفكير مختلف، بطباع مختلفة، بتعليم مختلف، بتربية مختلفة، بكل حاجة اختلاف. فما ينفعش ان يبقى في حاجة واحدة ونعممها على كل الناس ويقول لا ده ما ينفعش، انت ملكش الحق، انت ملكش الحرية، او الكلام ده. او مثلا الناس قرايبك بتوع المحلات، تلاقي ان انت مثلا عندك واحد قريبك بتاع بقالة، فانت لازم تشتري من عنده. طب لو مشتريتش من عنده انت وحش وما بتهتمش بحد واناني وما عنتش مكلمك ويخصمك. طب ليه يا عم؟ حاجاتك يا اخي مش حلوة، انا بعيد عني، مش عايز اشتري من عندك، ايه المشكلة يعني؟ ما تخلي كل واحد براحته، طالما احنا كقرايب او معارف ما تضرناش، ما تعملش انت المشكلة علشان حاجة زي كده. تلاقي مثلا حلاق لو شافك بتحلق عند حد تاني، يا ده انت كده وحش ومعنتش حلق لك، ولما تروح لو رحت له مثلا تاني تلاقيه بقى عمال يكلمك ويقعد يلقح عليك بالكلام ويقول لك شفت وانت جيت، او التاني ده مش حلو، ويقعدوا يتكلموا. وقيس على كده بقى اي محل هتروحه، سواء بتاع اكل شرب، لو بتاع ايه، يعني انت حرفيا لو بتاع جزم وانت مش عايز الجزمة بتاعته، عايز تشتريها مثلا ماركة، يقول لك لا يا عم ده انا بتاعتي احسن وانت لازم تشتري من عندي، وليه ما بتشتريش من عندي يعني، والحاجات دي كلها. فليه يا عم اشتري من عندك ولا ما اشتريش؟ انا حر بفلوسي ورأيي، وانا اشتري اللي انا عايزه. انت مالكش الحق ان انت تكلمني ولا تسألني ولا تقولي حتى انت جبته ولا ما جبتش. انا اللي اختار وانا اللي اعمل كل اللي انا عايزه، علشان انا مش هضرك في حاجة. انا لو بضرك ساعتها ماشي تقدر تتكلم معايا، لان ده حق ربنا. انما كون ان انا مش عايز اشتري من عندك او مش عايز
ابيع لك، او مش عايز اوريك الحاجة اللي انا جايبها، او اعرفك حاجة من اسراري. ده حاجة ولا تعبني ولا تأذيني ولا تأذيك ولا اي حاجة، هي هتعبك انت كده اللي راجل ابن لذينة يعني. مش عايز اشتم واقول حاجة، بس انت كده اللي غلطان. انت ما ينفعش كل حاجة تسأل عليها. يعني انا حتى لو خارج مثلا مع واحد صاحبي او ماشي او اي حاجة، لو سألته على سؤال مثلا اللي هو انت رايح فين، قابلته كده في الشارع رايح مشوار، خلاص تمام يا اسطى، ما عنديش مشكلة معاه، روح. حتى لو مثلا يقول لي، هو ممكن لوحده كده يقول لي مثلا ده انا رحت الجامعة او حاجة، اللي هو يعني حاجة عملها، انا ما اسالوش بقى ليه وعشان ايه وبتاع ايه. خلاص، اصل ده معظم الحاجات بتبقى اسرار. انت لو عايزني اتكلم او تقولي على حاجة، انا بتبقى مع ناس صحابي خصوصا كده، تلاقي واحد يجي انا عملت وعملت وعملت ويحكي لك تفاصيل يومه كلها. انا بعمل كده مثلا مع مامتي، اول ما باجي اجمع مامتي واختي واخواتي وابويا وكده، ونقعد نحكي الحاجات اللي في يومنا. ده انا والله رحت لقيت موقف كذا، ده انا عملت كذا. تقعد تحكي يومك ليه؟ لان انت عايز تحكي. انما لو قابلت واحد في الشارع، انت اصلا ولا عايز تقوله انت جاي منين ولا رايح فين ولا تتكلم معاه، اللي هو السلام عليكم وخلاص الموضوع خلص. الحاجة بقى كمان اللي بتدل على محدودية الافق وصغره، ان الناس بقت مرتبطة بموضوع الحرية ده، على انك حر في لبسك وتلبس اللي انت عايزه، والبنت بقى ما تبدأش تعتمد مثلا على اللبس المحتشم شوية وتبدأ ايه تقلع او تسيب شعرها او الكلام ده كله. تبدأ يفكروا بالمنطق ده، ان معنى الحرية اللي انت تبقى اوبن مايند بقى، وتبدأ تتعامل مع البنات، والبنت تبقى لها بيست فريند ولد، ويقعدوا يتكلموا مع بعض بالليل ويخرجوا ويبقى في تجاوزات، واللي هي بقى تلبس اللي هي عايزاه وبراحتها ومش عارف ايه. فهي براحتها. انا عن نفسي انا ما عنديش اي مشكلة، واللي يقول غير كده يبقى تفكيره صغير. الا بقى لو شيخ مثلا بيدعو للحجاب او التدين او الكلام ده، انا مش كده. انا بالنسبة لي ما عنديش اي مشكلة ان انت تلبسي اللي انت عايزاه، تسيبي شعرك. لو هتمشي عريانة في الشارع انا ما اقدرش اتكلم معاك، لان انا كشخص ماليش الحق اللي انا حتى يعني ابصي اكلمك. يعني انت لو ماشية في الشارع عريانة مش لابسة اي هدوم خالص، ولو انت برضو كده، انا ما ينفعش حتى اتكلم معاك، الا لو مثلا اقولك كده ما ينفعش او كده حرام او اي حاجة. ساعتها انت هترد عليا وتقول انت مالك او كده، هما انا ساكت وامشي، انا ماليش دعوة. بس انا كشخص هكون رافض الكلام ده، بس رافض، انا مش هتكلم معاك، مش هزعقلك، مش ماليش دعوة بيك. بس مفهوم الحرية بقى مش كده. مفهوم الحرية مش بس اللي انت تلبس اللي انت عايزه وتمشي في الشارع براحتك من غير هدوم. لا، الحرية مفهومها عام، وللأسف مصر بالذات بدأ يبقى فيها التفكير ده، ان انت اي حرية يبقى حرية لبس وهدوم، ونعمل اللي انا عايزاه وانا حرة. فهو مش هي ديت الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على الحرية اللي انت فعلا تبقى حر في كل حاجة، تعمل اللي انت عايزه، محدش يتدخل في حاجاتك او مشاكلك. بس انت بقى اللي تشيل الموضوع ده، انت اللي تبقى مسؤول عن حياتك وقراراتك، سواء بقى صح سواء غلط، جات عليها تبعات ومشاكل، انت اللي تشيلها وانت اللي تبقى مسؤول عنها، لان انت اللي مسؤول عن حياتك. عايز بقى ما يبقاش ليك حرية ولا رأي ولا كرامة ولا كلام، تبقى تابع مثلا لحد او هو اللي يختار لك ويقول لك كل حاجة هو عايزها، انت حر. انت كده على فكرة في الامان، انا بقولكش لا. وديت اختيار برضو كشخص، اللي انت اخترت بكامل ارادتك وحريتك اللي انت تبقى عبد وتابع للناس اللي انت بتسمع كلامهم. وفي نفس الوقت انت ممكن تبقى حر في اللي انت تعيش حياتك لوحدك ومتبقاش لك علاقة بحد. في الحالتين انت اللي بتختار الطريق اللي هتمشي فيه واللي هتترتب عليه بعد كده حياتك. بس لو اخترت مثلا الطريق الاولاني بتاع الاستراحة واللي انت واحد هو اللي تمشي وراه، هتبقى حياتك مرتاحة الى حد ما، بس مش هتاخد خبرات ولا تكتسب
افكار ولا دماغك هتبقى كبيرة ولا اي حاجة، هتبقى مجرد شخص تابع ماشي ورا الناس وخلاص. انما لو انت بقى عايز حريتك وكلامك، تبدأ تفكر، تبدأ تتكلم، تاخد قراراتك، تختار الحاجة اللي انت شايفها مناسبة لك بغض النظر عن ايه اللي هيترتب حتى بعد كده. يعني ممكن تبقى حاجة مثلا ترتب عليها حاجة وحشة، بس انت فهمت وخدت خبرة واتعلمت، وبدأ يبقى لك نجاح فعلا في الحياة، اللي انت حتى عديت المشكلة دي. وهو ده بقى اللي بيفرق الناس، بيبقى فيه ناس ناجحة وناس مش ناجحة. دور على الناس الناجحة ديت، هتلاقي ان 100% او 90% حتى، هتلاقيهم هما اللي اختاروا واتكلموا ولهم اثر في الحياة بتاعتهم. انما الشخص اللي بيبقى ماشي ورا الناس او كلام الشخص اللي هو بيبقى ماشي وراه وتابع، ده عمره ما بينجح وعمره ما بيبقى حد كويس. اخره هتلاقيه مثلا اشتغل في شغلانة وخلاص على كده وفضل عليها وخلاص. انما اللي بيبقى متحكم في حياته ورأيه، هو ده اللي بيكمل وبيعيش حياته بطريقة احسن، وتلاقيه نجح بعد كده والناس كلها بتتكلم عليه، لانه عرف يوظف شخصيته وحياته صح في اللي هو يطلع اكبر استفادة منها. وخلينا بس متفقين ان انت فعلا مجبر ان انت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو شفت حاجة وحشة تتكلم عليها وتمنحها. بس اعتقد الموضوع بقى في الايام ده صعب، ان انت مثلا لو لقيت واحدة يا عم بتعمل ذنب في الشارع، هتيجي تتكلم هتقولك انت مالك، مالكش دعوة، خليك في حالك، ما تتدخلش، ممكن تسبب لك مشاكل اصلا وكده. فانا من رأيي ان تسيب كل واحد في حاله ويعمل اللي هو عايزه. لو انت مثلا عايز تنصح فماشي، انا من رأيي ماشي ننصح ونقول للناس على الغلط، بس مش باللي احنا بنشوفه دلوقتي. تلاقي الشخص بيدافع قوي عن الفكرة بتاعته حتى لو كانت غلط. ما هي دي من المشكلة. مثلا تلاقي الناس اللي افكارها غلط، واحد مثلا مش عايز يعلم بنته، يقولك صح، وراجل بيحافظ على بنته ومش عايزها تتعلم ولا تختلط بالناس ولا تعمل، وانت كده برافو خليك، وانتوا عايزينها مش عارف ايه. طيب انت كده بتتكلم في ايه اصلا؟ انت كده بوظت حريتها واختيارها، وبوظت عقليتها في ان هي كده انت مش بتقول لها يعني انت مالكيش اي لازمة ولا اي حاجة وخليكي في البيت وخلاص. فكل ديت مشاكل تتكون من نتيجة الفهم الخاطئ، وان الناس مرتبطة في دماغها ان انا اشوف الحاجة الغلط او المختلفة عن تفكيري فاقعد بقى اشتمها والعن واقول صح. انت التفكير تبع رأيي هو اللي حلو وهو ده الصح، انما اي حد تاني ده ما يفهمش واشتم واعمل عليه فيديوهات زي بتوع التيك توك لما يطلعوا يقعدوا يشتموا في الفيديوهات كده. ليه؟ طب ما تسيبهم وخلاص، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. يعني افتكر كده معايا كام مرة طلع لك مثلا فيديو لحد فجأة بيشتم في بني آدم او بيتكلم عليه او بيعمل فيديوهات عليه، وانت اصلا ما سمعتش عنه ولا تعرفه، تبدأ تعرفه، تبدأ تتابعه، ممكن تفضل تتابعه على طول وتسيب الشخص الاولاني اللي كان بيشتم فيه. هي دي المشكلة، ان انت لما تيجي تفكر كام مرة الواحد جاء عليه الشتايم والفيديوهات اللي الناس بتقعد تتكلم عليها، او مثلا لو ترند واحد عمل حاجة تلاقي الناس كلها بتتكلم فيطلع ترند، ما انت اللي خليته اصلا يبقى ترند. فانت لو كنت سكت من الاول وما ما اتكلمتش عنه او شتمت او كده، كان هيموت زي بقيت كل الحاجات اللي بتطلع يوم او بتعمل مثلا حاجة وبتموت ولا حد يعرفها ولا حد بيسمع عنهم وخلاص. المشكلة اللي احنا بقى عندنا حتى رهاب اجتماعي بسبب الحاجات اللي بنشوفها، فبدأ موضوع الحرية واللي انا اعمل اللي انا عايزه ما عادتش يبقى موجود. تلاقي الناس كلها خايفة من اللبس، خايفة من الاكل، خايفة من اي حاجة، عشان الناس هتتكلم، عشان ده هيتكلم، عشان ده هياخد باله. لا، ما طز فيهم كلهم، ده يتكلم اتكلم، انت تفرق معايا في ايه؟ الناس هتاخد بالها ما تاخد بالها، طالما انت بتلبس كويس، بتاكل كويس، حياتك انت مبسوط بيها ومكمل معاها صح، خلاص ما تفرقش معاك اي حاجة تانية. خد بالك، هي لو انت مثلا ما كنتش كده، فهي هتبقى صعبة في الاول وهتحتاج منك مجهود اللي انت مثلا
تبدأ تاخد كل قراراتك لوحدك، او تفهم الناس اللي حواليك اللي انت بقى ليك قرار وان انت ليك حرية، ما ينفعش حد يعني يدخل فيها ويقعد بقى يدخل في تفاصيلك واسرارك والكلام ده. فهي دي هتاخد وقت منك، بس صدقني بعد كده هترتاح وهتدعي للموضوع ده حصل. لان اساس اصلا الحياة اللي الانسان هو اللي بيختار وهو الحر، حتى في الدين ذات نفسه انت حر بتختار اللي انت عايزه، بس ليك توابع. في توابع، بس انت اللي اخترت القرار من الاول، فما تتزعلش بقى على التبع اللي هيطلع منه. ساعتها انت تقدر بقى تتعامل معاه او تشوف الحاجة الصح فيه. فيا ريت نبقى ناخد بالنا ونراعي شوية مشاعر الناس وحاجاتهم، ما نعملش هيصة، ما نعملش دوشة. نحاول دايما نحكم نفسنا ان انت ما تتدخلش في كل حاجة. يعني انا كنت شايف مثلا فيديو مذيع بيقول للممثلة انا عايز اعرف ايه اللي في الشنطة بتاعتك. المشكلة هو بيقول لها مع اني مش داخل في خصوصيتك خالص، ولا انا ما بحبش التدخل في الخصوصية، ولازم يكون لك شخصيتك وخصوصيتك، بس انا عايز اعرف الشنطة فيها ايه. انت كده قضيت على الخصوصية. ايه اللي الشنطة فيها ايه؟ ما براحتي يا عم الشنطة يبقى فيها اللي انا عايزاه. انت اصلا ما ينفعش تسأل سؤال زي ده. كون بقى ان انت سألته وانا اتكسف منك، هو ده الغلط. لو انت مش عايز قول انت مالك او مالكش دعوة، او حاجة خصوصية او اي حاجة تمنعه بيها. كون ان انت مستسلم او مكسوف او مش عايز تكسفه او تضغط عليه او تكلمه، ده مشكلتك انت. انما الصح اللي انت اي حد بيتدخل في حياتك او بيتكلم على حاجة تبعك تقوله مالكش دعوة، خليك في حالك، انا حر اعمل اللي انا عايزه. وكون بقى ان انت تكرر الموضوع ده مرة واتنين، هتلاقي هو من نفسه زهق وما عادش بيتدخل. يعني انت فكر كده ان انت واحد مثلا كل ما يشوفك يقولك انت رايح فين، جيت في مرة قلت له رايح مشوار او مالكش دعوة، او لو اتكلمنا حتى على اللي انت مثلا مش عايز تكسفه او كده، قوله رايح مشوار خصوصي يا عم ولا اي حاجة. تحاول تهرب منه. مرة في مرة هتلاقيه بدأ يزهق وما عادش بيتكلم عليك او يقولك مثلا ده انت بتتهرب منه او كده. قوله مثلا ما عادش عايز اعرف حد حياتي. تبدأ انت بقى تتعامل ان انت اسرارك ديت واي حاجة بتعملها تخليها لنفسك، مش لازم تطلعها لبره وتقولها لكل الناس الا بمزاجك لو انت عايز بقى تقول. انما كون ان يضغط عليك او انت بتتكسف او مش عايز تحرج الشخص او كده، فتبدأ تطلع له الاسرار وكل حاجة عندك، فانت كده محتاج تتعالج او محتاج تظبط من نفسك علشان حياتك تبقى كويسة على الاقل. وزي ما قلنا كتير قبل كده، انت حر تمشي اللي في الطريق اللي انت عايزه وتختار اللي انت مرتاح له او بتفكر فيه، سواء هتمشي في طريق الحرية ديت او مش هتمشي او هتعمل اللي انت عايزه. في كل حلقة بنقول انت حر، عايز تسمع الكلام تمشي وراه تعمل اي حاجة، لان في النهاية دي حياتك وقرارك وكل حاجة انت اللي بتتحكم فيها. ما ينفعش حد يجي يقولك تعمل ايه او ما تعملش ايه. انت ممكن الناس تديك نصايح زي ما انا كده بتكلم اللي هو ده اللي انا شايفه، انت ليك رأي تاني، انت حر تعمل اللي انت عايزه. انا مجرد اللي انا بنور لك حتة معينة او بخليك تاخد بالك من حتة انت ممكن مثلا ما تكونش واخد بالك منها، وده ما يقلش منك ولا يقل مني ولا يكبر ولا يعمل اي حاجة. احنا مجرد ناس صحاب، وبقيت بحس والله اللي احنا بقينا عيلة، فلازم ننصح بعض ونتكلم ونفهم بعض الحاجات الغلط اللي احنا شايفينها في مجتمعنا عشان نبدأ نصححها ونتعامل معاها بشكل احسن. يعني زي كده انا ممكن ما اعملش مثلا اي حلقات خالص ولا اعمل اي حاجة في الموضوع ده، لا بهزر معاكم، بس بجد انت ممكن تعمل كل اللي انت عايزه او الحاجة اللي انت في دماغك. حتى لو جيت ناس تنتقدك، يعني أنا اي حاجة اتكلمت عليها ما اقدرش اقول لحد ما تعملهاش. ليه؟ لان دي شخصيته وهو حر فيها واكيد ما بيأذيش حد. انما لو بيأذي حد، ساعتها نعمل ستوب وناخد بالنا من تصرفاتنا وحاجاتنا ونحاول نصلحها. وبالنسبة بقى للحلقات الجاية،
فالصراحة يعني مش عارف الدنيا هتظبط ولا ايه، بس هنحاول نلتزم تاني بالموضوع ان كل اسبوع يبقى فيه حلقة ديت. ولو لا قدر الله حصل حاجة ممكن نبقى مثلا نشوف لها حل او حاجة تانية. وبس كده. في النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للاخر، وبعتذر تاني ان ما كانش في حلقة الاسبوع اللي فات. بجد شكرا جدا ان لكل واحد بيدعم البودكاست ديت. وبس كده. احلى مسا.